اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم اخواني اخواتي، كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. غادي نقدم لكم هذا لونطخومي كيتكون من لانسيغ ديال البخاليني د كاوكاو، اقتصادي جدا وزوين بزاف في المذاق، ولاموس ديال الفاني كتجي من اروع ما يكون. كنتمنى ان شاء الله تبقى معايا حتى لاخر الفيديو وطبقوا الوصفه بالمراحل ديالها باش تنجح معكم ان شاء الله. خليكم مع هاد الصور ونبداو نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. غنعطيكم البنات اليوم مرحله بمرحله كما خدمت اللونطخومي ديالي، غادي نعطيكم المراحل كامله ان شاء الله. كمرحله اولى البنات، كما بديت الخدمه في الدار ديالي وفي الوصفه ديالي اللي طبقت معكم، عندي هنا 150 غرام ديال الكريمه السائله، عندي هنا ورقه ديال لا جيلاتين من وزن 3 غرام، عندي هنا 150 غرام ديال البخاليني ديال الكاوكاو البنات. البخاليني د كاوكاو غادي نحطو لكم في القناه من بعد ان شاء الله. هذا الفيديو هذا غادي نحط لكم الكلاصاج والبخاليني حتى هو. المهم البنات، هاد الورقه ديال لا جيلاتين غادي نديرها في الماء بارد، غادي نرطبها، خصها تغطى كامله البنات باش كترطب معكم، كترطب وكيصلح لكم تذوبوها في الحاجه تكون سخونه. المهم غادي ندير الكريمه ديالي فوق النار مهيله حتى كتطلع فيها الغليه، حتى كتبدا تغلي، تقرب تغلي عفوا، وكنحيدها من فوق النار. غادي نضيف عليها 150 غرام ديال البخاليني ديال الكاوكاو كيف كتشوفوا معايا، غادي نضيفهم على بعضياتهم وغادي نحرك مزيان حتى كيندمجوا ليا مزيان. وغادي نضيف ورقه ديال الجيلاتين مرطبه كيف كتشوفوا معايا، غنضيفها على الكريمه محدوده سخونه باش كتذوب ليا وكنتاكد انها ذبت ليا مزيان ديك الورقه ديال الجيلاتين. غادي نحركهم مزيان مزيان حتى كيندمجوا ليا مزيان بهذه الطريقه. كنحاول نسرع الفيديو باش ما يطولش عليكم الفيديو بزاف. هنا خديت اطار اللي غادي ندير فيه لانسيغ ديالي وغلفته بالبلاستيك الغذائي كيف كتشوفوا معايا، ودرت ليه داك الرضواي من الجوانب، اولا كتاخذوا غير داك البلاستيك اللي كيكون كيتباع في المكتبات بدرهم. خديته قطعته على جوج ودرتو على قياس القالب اللي غادي ندير فيه لانسيغ ديالي كيف كتشوفوا معايا، وهو سخون غادي نصبو في هذا الاطار وغادي ندخلو ليله كامله للمجمد. هادشي درتو البنات بليله قبل ما غادي نوجد الكيكه ديالي. غادي نغطي دابا البلاستيك الغذائي وغادي ندخلو للمجمد ليله كامله باش كتاكدوا البنات بلي داك لانسيغ ديالكم شد راسو معكم ما غاديش يذوب. هنا البنات ان شاء الله غادي ندوز نشوف المقادير ديال الكيك ديالي. عندي هنا قبصه الملح، جوج بيضات. غادي نعطيكم المقادير وانا في نفس الوقت كنخدم باش ما نطولش الفيديو بزاف. عندي هنايا 4 المعالق ديال السكر سنيده، 4 المعالق، تقدروا تنقصوا تقدروا تزيدوا على حسب الرغبه ديالكم. عندي كيس ديال الفاني، غادي نطرب هاد العناصر مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديالهم، وغادي نضيف 4 المعالق ديال الزيت كيف كتشوفوا معايا. غادي نخلط مزيان هاد العناصر حتى كندمجهم مزيان، وغادي نضيف 4 المعالق كبار ديال الحليب. المعلقه البنات ديال الاكل ماشي معلق صغار. غادي نحرك مزيان حتى غادي ندمج هاد العناصر مزيان، وغادي نبدا نضيف الدقيق ومعلقه كبيره ديال الكاكاو المر. كما شفتوا معايا اخواتي خلطت العناصر السائله مزيان. غادي نضيف معلقه كبيره ديال الكاكاو المر، غادي نضيف 4 المعالق ونص ديال الدقيق شويه بشويه، ومع كيس ديال الخميره من وزن 7 غرام. غادي نحرك مزيان هاد العناصر حتى كندمج الخليط ديالي مزيان. غادي نصبو في انيه ديال الفران، اولا انا درتو غير في مقله ديال المسمن ودخلته للفران. ما خداش معايا بزاف ديال الوقت، خدا معايا 10 ديال الدقائق وهذا ووجد وطاب مزيان. هانتوما معايا كنضيف الدقيق شويه بشويه حتى كنتحصل على مزيج ديال الكيك هو هذاك. وكيف ما قلت لكم غادي ندخلو الفران ان شاء الله ونعاودو نتلاقاو من بعد. الخليط ديال الكيكه البنات هز ليا 4 ديال المعالق ونص ديال الدقيق زائد المعلقه كبيره ديال الكاكاو غير باش ما نتلفكمش. المهم غادي ندخل دابا الكيك ديالي للفران يطيب وغادي نعاودو نتلاقاو ان شاء الله. كيف كتشوفوا معايا البنات غادي ندردر كاوكاو فوق الكيك ديالي
حيت البنات درت لانصيغ ديال الكاوكاو. الا درتو اللوز غادي دردروا نتوما اللوز فوق الكيك ديالكم وتدخلوه للفران يطيب عادي، وكيجيكم الكيك مقرمش من الفوق بديك الطبقه ديال الكاوكاو اللي درتو. وكتستغناو على الطبقه المقرمشه اللي كتكون متكونه من الفويتين والشوكولاط وداكشي الاخر. المهم كنقطع الكيك ديالي وغادي نخليه جانبا ان شاء الله ونكمل المراحل الجايه. هنا البنات كي كتشوفوا معايا غادي نعطيكم المقادير ديال الكريمه الانجليزيه. عندي كاس ونصف ديال الحليب العبار بكاس العنبه، 2 اصفار البيض، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، 2 فاني، 4 ديال الوريقات ديال الجيلاتين من وزن 3 غرام. جيلاتين حلال البنات، ما تشريو حتى تشوفوا العلبه ديالو مكتوب عليها حلال عاد خذوه. غناخذ معلقه ديال سنيده غادي نضيفها على 2 اصفار البيض، غنضيف 2 فاني وغادي نحرك هذا الخليط مزيان. هنا غادي ندير 4 ديال وريقات الجيلاتين في الماء بارد حتى كيرطبوا مزيان، عاد غادي نستعملهم. الحليب درتو فوق النار يسخن البنات حتى كيسخن مزيان، كيقرب يغلي عاد كنحيدو من فوق النار. هنايا غادي ناخذ هاد اصفر البيض، 2 اصفار البيض، 2 فاني، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، غادي نحركهم مزيان مزيان حتى كيولي عندي الخليط ابيض بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا. حركوها البنات غير بالخلاط اليدوي، ما تستعملوش الطراب الكهربائي، حنا ما غرضناش به يطلع ولا يدخل فيه الهواء، غرضنا غير يتخلط مزيان. هنا الحليب ديالي قرب يغلي البنات، حيدته من فوق النار، بديت كنضيفو على اصفر البيض والسكر سنيده شويه بشويه، ما تضيفوش في خطره البنات باش البيض ديالكم ما يتكتلش ليكم. غنبقى كنحرك شويه بشويه وانا كنضيف الحليب حتى كندمج الخليط ديالي مزيان. غادي نردو في الكاسرونه اللي كان فيها الحليب وغادي نديرو فوق النار مع التحريك المستمر. ما نحبسش البنات، ما نحيدش يدي عليه باش ما يلصقش ليا في القاع ديال الكاسرونه وغادي تخسر ليا الكريمه ديالي. غادي نبدا كنحرك بهذا الشكل هذا فوق النار، ما غاديش نحبس بصفه نهائيه، واخا كتعيا ليا يدي ما عندي ما ندير، غادي نصبر وغادي نكمل. المهم ما نهزش يدي من التحريك بهذا الشكل هذا البنات. ما نخليوش الكريمه الانجليزيه توصل لمرحله الغليان، غير كتبدا تعقد معنا شويه غادي نحيدوها. غادي نتوما غادي تشوفوا معايا ونوريكم باش تعرفوا الكريمه الانجليزيه ديالكم واجده. بالنسبه لينا حنا هذا ما عندناش الميزان باش كنعبروا الحراره ديال الكريمه الانجليزيه، غادي نستعملوها غير هذه الطريقه هذه. هانتوما قربي هكا كيتقل معايا شويه، ما كيوصلش لمرحله الغليان، كنشوفوا بهذه الطريقه كنشوفوا الكريمه الانجليزيه ديالنا وجدات. كنديروا معلقه كندوزوا صبعنا دوك الجوانب ما كيتلاقاوش في الوسط، هكذا كنعرفوا الكريمه الانجليزيه واجده. حيتها من فوق النار ضفت عليها 150 غرام ديال الشوكولاط ابيض مقطع قطع صغيره، 4 ديال الوريقات ديال الجيلاتين مرطبين كيما شفتوا معايا. حركت مزيان حتى دابوا ليا مزيان وغادي نصفيهم هكا باش نتاكد ان ما بقاوش عندي فيهم حتى شي كتل، وغادي نغطيهم بالتلامس بهذه الطريقه هذه ونخليها جانبا غير في المطبخ، ما ندخلوهاش للثلاجه، نخليوها غير في المطبخ تبرد لينا مزيان. وهنا البنات عندي 250 غرام ديال الكريمه السائله، تقدروا توصلوا حتى ل 300 غرام ولكن ما تفوتوش هذا القياس هذا. 250 غرام انا اللي استعملت في لاموس ديالي. غادي نطربها نصف تطلع فقط، ما نطلعهاش حتى توقف، ما نطلعش حتى كتولي بحال ديال التزيين. غادي نخليها شويه هكا موس، المهم موس ماشي طالعه مزيان. غادي نطلعها نصف تطليعه وغادي نبدا نضيف عليها الكريمه الانجليزيه اللي وجدت معكم. هانتوما كيف شفتوا معايا الكريمه الانجليزيه ديالي خليتها مده طويله حتى بردات وشدت راسها مزيان. غادي نطربها حتى كتطلق تولي عندي هكا ليس كيف كتشوفوا معايا، وغادي نبدا نضيف عليها الكريمه السائله اللي طلعت نصف تطليعه كيف كتشوفوا معايا. غادي نبدا نحرك غير بالطراب اليدوي البنات حتى كندمج لاموس ديالي وكنخلطها كلها وكنخلطها وكنتاكد انها مخلطه مزيان من تحت الفوق بهذا الشكل هذا، من تحت الفوق غير بشويه البنات. انا غير كنجرب الفيديو ولكن الخدمه ما كنجربهاش، كنخدم غير بشويه والفيديو كنسرع منه باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف. هكا غادي نبقى حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي. غنبقى كنحرك البنات بهذا الشكل حتى كندمج اللاموس ديالي مزيان
وغادي نكملوا المرحله الجايه ان شاء الله. خليكم معايا. شوفوا البنات، هاد لاموس من اروع ليموس اللي ممكن تجربوهم. لاموس الفاني بالكريمه الانجليزيه كتجي من اروع ما يكون. تقدروا تستعملوها في لي كلاص، تقدروا تستعملوها في لي فيغين، تقدروا تستعملوها في بزاف د الحاجات، وكتجي زوينه وكتواتى مع جميع المذاقات اللي ممكن تدخلوا عليها. المهم انا البنات خديت اطار فاش غندير المونتاج، لبستو بالبلاستيك الغذائي ودورت عليه داك البلاستيك اللي كناخذو من عند المكتبه بدرهم، كنقطعوه على جوج وكنلبسو من الجوانب باش هكا كيسهل عليا نديمولي لونطرومي ديالي. هنا لانسيغ اللي وجدت معكم بالبخاليني د كاوكاو، وهنا الكيك اللي وجدت معكم. غادي ناخذ الكيك وغادي نحطو على لانسيغ بهذا الشكل، الجهه اللي فيها كاوكاو كتلامس مع لانسيغ ديالي هكا البنات. وغادي ناخذ الاطار ديالي غادي ندير فيه لاموس بهذا الشكل هذا، كنصبها كلها البنات. هذا في حالتي الا ما بغيتو ديروا هاد الطريقه ديال المونتاج اللي درت انا. الا ما بغيتوش غادي تبداو من الطبقه ديال الكيك هي الاولى وديروا عليها لانسيغ وتخليو واحد الفراغ من هذا، من تخليو 1 سنتيمات وتصبوا فوقهم، وتصبوا فوق الكيك ديالكم. غتصبوا ديك الساعه لاموس عفوا. هنا البنات كيف كتشوفوا معايا درت لانسيغ والكيك وكنبقى نبرك حتى كتدخل ديك لانسيغ والكيك ديالي في وسط لاموس، وكتجي الوجه ديال الكيك هكا متساوي مع اللاموس ديالي. كنغلفو بالبلاستيك الغذائي بهذا الشكل وكندخلو المجمد ليله كامله. ضروري خصو يكون جامد البنات. هنا لا غد ليه ان شاء الله قلت لكم ان شاء الله كنهضر بحال لا غد ليه عاد انا غنصايب لك هذا الكيك هذا. المهم كديروا الكيك ديالكم في المجمد ليله كامله، والغد ليه عاد كتديروا ليه الكلاصاج ديالكم. الكلاصاج البنات غادي نحطوا لكم الكلاصاج ميغوار، كيجي ناجح جدا بدون غليكوز بدون بزاف د الحاجات اللي كيكونوا فيه، ولكن هذا اقتصادي وزوين بزاف وناجح. كيجي لامع وكيجي فيه واحد اللمعه زوينه بزاف، كيجي رائع بزاف. تقدروا تحضروا بالالوان اللي بغيتوا. غادي نحطوا لكم ان شاء الله في القناه، جربوه وردوا عليا الخبر. كتجي فيه لمعه زوينه انتما كتشوفوا معايا. كان كلاصي الكيك ديالي. الكلاصاج البنات ضروري يكون بارد، يكونش سخون. الا درتوه على لونطرومي ديالكم غادي يذوبها لكم. الا كان سخون كديروه كتوجدوه بليله قبل وكتخليوه في الثلاجه، وحتى الغدا عاود ثاني كتسخنوه في حمام مائي وكتخليوه حتى كيدفى في المطبخ ديالكم وكتستعملوه. هنا البنات كندير تزيين خفيف باوراق الذهب. كانوا عندكم ما كانوش كديروا التزيين اللي بغيتو. انا درت تزيين عفوي هكا، ما كنتش راسمه شي شكل اولا هذا، زينته صافي داكشي اللي جاني في بالي درتو في ديك اللحظه. المهم نتوما غادي تزينوا بالطريقه ديالكم. المهم هو انكم تجربوا هذا لونطرومي، كيجي مذاق من اروع ما يكون. البخاليني ديال كاوكاو ولا موز الفانيجا زوين بزاف، صدقوني الا جربتوه ما غاديش تندموا عليه، وغادي يحمر لكم وجهكم قدام ضيافكم اولا في اعياد ميلادكم الا كانوا عندكم اعياد الميلاد. شوفوا الكلاصاج فيه ديك المعه زوينه بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوه. خليت لكم الراحه. شكرا بزاف على المتابعه والبقاء ديالكم معايا حتى لهاد اللحظه. شكرا لكم بزاف. شوفوا كيفاش كيجي من الداخل البنات، كيجيو فيه الطبقات باينين ولذيذ بزاف البنات. جربوه وردوا عليا. شكرا لكم بزاف على المتابعه والدعم ديالكم. بارطاجيو الفيديو مع الناس اللي كتعرفوا، وديروا لايك اللي باقي ما مشتركش يشترك في القناه. وشكرا لكم بزاف بزاف. خليت لكم الراحه. الى اللقاء.